هاي جايز، كيفكم؟ صباح الخير، مساء الخير. اوكي، عم بغيب عليكم واطلع فجأة واغيب وارجع. اوكي، المهم خلوني احكي لكم بالدور. مثل ما شفتوا امبارح كان اخر يوم ميد ترم على اساس خليني احكي لكم السالفة بعدين. امبارح داومت وقبل امبارح داومت واليوم دوام وهذا الاسبوع كامل كله دوام. اتس اوكي يعني اتس اوكي، هذا شيء طبيعي صار. لسه عندي 2 ميد ترمز ما سويتهم يوم الاربعاء والخميس. قلت لكم اني خلصت لانه خلصت المواد الصعبه، يعني هاي المواد الباقيين انه خلص انا متاكده انه بختم فيهم ان شاء الله. فاليوم انا قاعده بالكلاس شفت كل رفقاتي معاهم الايباد وعم يكتبوا عليه. انا مش متعوده صراحه اكتب على ايباد، يعني متعوده اكتب على ورق وقلم وانا ايدي كتير هيك بكتب. فبس صراحه بستصعب اخر فتره لانه عندي كتير باوربوينتس وكتير انه PDF واشياء بدي اكتب عليهم واسجل النوتس على الصوره. فاتصلت لمصطفى قلت له انا عندي ايباد اوريدي، قلت له بس بدي اشتري القلم تبع انه القلم الابل بيكتب على الايباد. فقلت له انه شو رايك اجيبه ولا لا، انه مستاهل؟ قال لي انت شو حابه، جاي بالك يعني ولا شو؟ قلت له صراحه يعني بحس كتير انه بيستفيدوا من رفقاتي اللي بيكتب فيه. ف رجعت على البيت لقيته جايب لي القلم ايباد. رح ابكي، كتير كيوت. سجل لي هدول الاثنين مع بعض. الايباد اللي عندي انا عندنا كان ايبادين الاولين بس كتير قديم، يعني من 2016 17 عندنا اياه. فانا قلت صراحه انه عادي بستخدمه، يعني ما بتفرق معي، انه اهم شيء استفيد ادرس. ف المكافآت الجامعة بتزيد. أول سنة لولو اشترت لي شنطة اللي ورجتكم إياها تبعت لاكوست، كانت كتير جاي بالي أجيبها فاشتريت لي إياها إنه مكافأة للجامعة، وهي هدية مصطفى. اوكي يا جماعة أكملكم، بس قبل ما أكمل أنا ما بعرف إذا مبين علي مريضة، بس كتير كتير تعبانة ومريضة، بس الحمد لله لحد الآن ما في حرارة، هذا الموضوع بيطمن. كتير انبسطت فيهم فحبيت أعمل معكم أنبوكسينج. وبدي كأنه ما بعرف إذا اللون الآيباد بيربل، بس شكله بيربل، ما بعرف إذا في لون بيربل أصلا. ف كتير كيوت. هو قاعد يسألني إنه بدك إياه، أقول له يعني أنا أوريدي عندي، يعني بس جيب لي القلم قصدك تجيب لي، يعني إنه ما جاب لي سيرة الايباد، هو بس حكى لي بدك القلم. فقلت له ما بعرف الصراحة، انت شو بتحس بيفيدني ولا لا؟ انه يعني اذا بفيدني اوكي، لانه ما بدي اجيب شيء ما بدي استخدمه يعني انا. ف يلا نعمل انبوكسينج مع بعض. اول شيء نعمل انبوكسينج للقلم لانه متحمسة عليه كثير. اوكي، وانا ما بعرف طبعا جد، يعني بالصبح ما شفته لهلا. هو عنده دوام جامعة وانا عندي دوام جامعة، وانا برجع بالوقت اللي هو بيطلع فيه. جايز ثواني، شو عم تمزح معنا يا ما بتفتح؟ اوكي ريدي. ترى شو ما احلى جد هو شكله، يعني انا صراحه بيغريني لانه شو مثل القلم بس هو مو قلم. عرفتوا كيف الكونسبت؟ انه قلم بس مو قلم. ووزن اوكي. انا ما بعرف شيء على الايباد، ما بعرف كيف اجى، ما بعرف هيك. بس انا كنت بالغرفه عند ماما قلت لها وين مصطفى؟ انه عن جد من الصبح ما شفته انا. وكنت يعني انا بقعد بالغرفه هم بدرس، و يعني ما ارجع بالجامعه بقعد بضل ادرس، يا بنام بفيق بدرس، يا بقضيها دراسه وبنام بالليل. فاليوم قعدت درست بعدين طلعت شوي وهلا رجعت. فقلت لها ماما وين مصطفى؟ فبتحكي لي جوا، بس حط لك الكيس هون. قلت لها شو هذا الكيس يعني؟ اول شيء صراحه اول ما مسكت الكيس صراحه توقعت القلم، بس ما توقعت الايباد يجي معه. اوكي جاهزين؟ اوه هذا ايباد مو تليفون بالطرفين. وباي ذا واي اللابتوب كمان مصطفى اشترى لي اياه هديه، فانه لسه التليفون بمزح. اوكي نفتحه مع بعض. كثير متحمسه، الباكجينج كثير حلو، هذا البيربل. 1 2 3 لا ثواني، شو لونه؟ اوكي ويت تعالوا نفتح لونه. 1 2 3 بيربل. والله بيربل، والله بيربل. اوه ماي جاد،
فاكس بس هو اصله شوفوا بيربل. او ماي جاد، تعالوا نفتحه. تخيلوني بالكلاس قاعد هيك. او ماي جاد، يعني عن جد الله يرزقكم بأخ مثل مصطفى. اوكي سو كنت عم قلكم يعني الله يرزقكم أخ مثل مصطفى، مو بس انه بيشتري لي اشياء بس، يعني انا ومصطفى بنفس الجامعة. لما اكون عم بمشي وحدا يجيب سيرة مصطفى ما بسمع الا بكل خير، بين الدكاترة بين اي حدا بالجامعة، فبكيف انه يعني جد بنبسط يعني لدرجة انه بقول اخي، مع انه الكل بيعرف انه هذا اخي، بقول هذا اخي مصطفى. فكتير هيك يا الله عن جد هذا الانسان، يعني الله يخلي لنا يا رب. ويعني مع يعني وحداني وما إلنا غيره، ما عندنا غير مصطفى، نحن مصطفى واحد بس، وما بدنا غير مصطفى واحد، مصطفى واحد عن 10 مصطفى. الله. فتعالوا نفتحه مع بعض. اوكي نكمل في اشياء. شاحن وشاحن. لا بتعرفوا هلا هون انا بعرف شو بدي الاقي، كل مره بفتحهم بيطلع لي هذا الدبوس اول شيء، وبيطلع لي اللزقه تبعت على شكل ابل. ويت انا بورجيكم اياها. حفظت شو في جوا على طول دائما نفس الشيء. شو هذا الغدا ما في؟ ياي ما بدي. طب انا بدي اياها ما بدي. تخيلوا يا جماعه ما في. تخيلوا انه ما في. انا اشتريته بشرع. تخيلوا ما في. يا الله مصطفى، يا الله مصطفى ما تجيب لي نزل. اوكي يا جماعه رايحه ادرس عليه وبصور لكم كيف رح ادرس. ماشي هلا بورجيكم.